صباح النور، صباح الفل والياسمين على أحلى متابعين. أشنا حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. توحشتكم برشا برشا من الفيديو اللي فات، ومع فيديو جديد ودبارة جديدة وروتين جديد نشارككم به. اليوم الدبارة متاعنا أول حاجة باش نبدأ بها هي نقولوا احنا البنادق ولا كعابر اللحم المفروم، بما اني باش نعمل مرقة لوبيا بالكعابر. دونك لازمني نكون عندي اللحم مفروم. الحقيقة حبيت نقول لكم خذيته راني من المغازان جنرال، فرحت برشا الحقيقة كي لقيته، على خاطر كان عندي إشكال في اللحم المفروم، مش معناها الدجاجة الكل أو المزرعة أو ما نلقاهش، الأغلبية ما نلقاهش. معناها والماكينة اللي عندي مع صعيب ياسر، يعني هي متاع اللحم وترحي، لكن التفاصيل متاعها وإنك باش تفككها وإنك بعد باش تنظفها ياسر معناها تولي، أنا نشوفها تولي حكاية زايدة قدام إني باش نشريه حاضر. دونك لهنا حبيت نوريه لكم ونقول لكم راني لقيته في المغازان جنرال. فوالا، دونك إذا كنت تحبوا على اللحم مفروم، هذايا لحم مفروم تاع دانت. دونك باش نبدا نفوح فيه، حطيت له ملح، فلفل اكحل، شويه فلفل مرحي مش برشا، كركم، تابل وثوم، وشويه نعناع شايح. كان عندك، انا ما لقيتش عندي نعناع شايح الحقيقه، عندي في الفريجيدير نعناع اخضر. دونك وكهو، وتحاول تلمهم مع بعضهم بشويه زيت، ومن بعد باش نكعبرهم للمرقة اللوبيا. ونجمو نستعملوه زادا اللحم المفروم في اللازانيا، ونجمو نستعملوه زادا في المقرونة. دونك في عنده برشا معناها استعمالات كما نعرفوا الناس الكل. قولوا لي انتم شنية دبرتكم، خلي ناخذوا من بعضنا الافكار. ونشكركم برشا على التفاعل متاعكم على فيديوهاتي، على كلامكم الحلو. بالحق ربي يفضلكم. نحب ديما نعرف انتم شنية دبرتكم، نحبكم برشا تتفاعلوا معايا، ونبدأ نقرأ في الكلمات متاعكم محلاهم والتحفيزية والتشجيعية. الحقيقة اللي ما لقيت منها كان منكم كان الحب، ومن كلماتكم كان الحب. ربي يفضلكم إن شاء الله ويسعد قلوبكم. دونك باش نكمل هكاك بنفس الطريقة، ونجم راني طيب بطريقتين. أنا فما الطريقة الأولى كنت نعتمدها، اللي هي يعني اللحم مفروم بعد ما نكعبره نرميه في الاخر مع قرينات الفلفل في المرقة، يفوح بالكدا بالكدا، او نقليه في الزيت من الاول ومن بعد نزيد نعاود نرميه في الاخر، يعني كيما تحبوا نتوما. عسلامة، اشنا حواليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. حضرنا بعضنا الكعاب مرقة لوبيا، وتذكرت لي انا لازم نعمل الخبز، وتوا ما عادش عندنا وقت، الوقت توا اجري باش نعملوا بعضنا خبز الغناي في فوق الغاز مش في الفور. دونك باش نعملوا بعضنا العجينه، باش نوريكم الطريقه بالضبط. باهي البنات، هذايا الطبق اللي قلت لكم البارح باش نصوره لكم، اللي خديته من عزيزه. شوفوا محليه، عجبتني الزينه اللي فيه، وهو ظاهر معناها على البوا، ظاهر معناها لوح، فما في النوار وفما في البلون. البلون ياسر جاني هكا ظاهر على اللوح. حسيلو حاجه محليها، وباش نوريكم المنظم به. وهذايا بالنسبه للمنظم. شوفوا كيفاش معناها الفي معناها لونغ المثلث، وفما المستطيلين ياسر ياسر محلاه، ينجموا يجيو في الخزين الفوق متاع الخزين اللي الفوق، نجم تحط فيهم صحاف، نجم تحط فوقهم وتحتهم كيسين، نجم كيما هكا. عندك كوان ورا الغاز ولا يعني تحب تستغلوا، نجم تعمل كيما هكا. فوالا فوالا. باش نحطوا اول حاجه 300 غرام فرينه، وباش نحط شطر باكو سميد ارتب، يعني 500 غرام سميد ارتب. باش نحط السميد اكثر من الفرينه. الخبز الغني من المستحسن يكون فيها الحبيبات نتاع السميد من برا ظاهرين. دونك باش نحط شطر باكو هكا. باش نحط باكو خميره
تاع خبز. وباش نزيد الملح، وباش نزيد مغيرفة سكر، خاطر السكر لازمة أول حاجة تعدل المذاق وتعطي مذاق محلي، وتزيد مع يعني تخلي الخميرة تتفاعل بالكدا مع العجينة. وباش نزيد زيت زيتونة، معناها حاجة هذيك ضرورية، كمية نقولوا احنا متاع يعني كاس تاي هكا صغير متاع زيت، مع محكار 3 هكاك، 3 مغارف. وباش نزيدها لفاح متاع الخبز العادي اللي نعرفوه، شوية سينوج معناها فما شكون نقول الحبة السوداء، وشوية نقولوا احنا البسباس، شوية حبة حلاوة، هذاك هو اللفح متاع الخبز. خلطته هكاك مع بعضهم ونستعملوا كل ما نجي، يا إما نعمل خبز أو يعني خبز لغني، ولا الخبز اللي في الكوشة، ولا هذاك هو اللفاح اللي يقولوا له متاع الخبز. وباش نبدأ نضيف في الماء بشوية بشوية ونبدأ نعجن فيه. لهنا العجينة متاعنا حاضرة، شوفوا التكستور متاعها ياسر، معناها ماهيش يابسة وماهيش طرية. توا باش نغطيها ونخليها حتى تتخمر، ونمشي نرجع نعمل المرقة لوبيا متاعي. دونك باش ناخذ، باش نحط زيت بالطبيعة في قاع الطنجرة. ولهنا قلت لكم عملت الطريقة الثانية ظهر لي هكا باش نعمل البنادق، خاطر البنادق يتحولوا اسمهم بنادق على حد علمي، وانتم صلحوا لي وقت اللي نقليوهم في الزيت ونطيبوهم في الزيت ونخبيوهم في معناها حكيكات ونحطوهم البرة ولا الفريجيدير، نستعملوهم وقت الحاجة، هذوك وقتها اسمهم بنادق. اما الكعابر نقولوا احنا مرقة لوبيا بالكعابر، وقت اللي ترميهم في الاخر بالكل حاسيلو. انا مشيت ملول هكا ظهر لي باش نقليهم في الزيت ملول باش يعطيوك النكهه نتاعهم وكل الفيح ملول، ومن بعد باش نخرجهم ونركب المرقة لوبيا متاعي ونحط لها الفيح متاعها، وفي الاخر نعاود نزيد نرميهم. وبالطبيعة أنا كي قلت لكم نطيبوهم في الزيت، مش في الزيت كهو، الحقيقة يطيبوا في الزيت وفي الماء تقريب قد الزيت قد الماء. راني شاركتكم في وصفة البنادق قبل، اكتبوا مثلا بنادق تونسية نور دريدي تطلع لكم الوصفة بيدها ويتخبئوا. لهنا باش نبدأ نفوح في مرقة لوبيا متاعي بعد ما خرجت البنادق من الزيت. باش نحط الطماطم متاعي هكا على البارد. انا الحقيقه متاع ربي شعلت مش على البارد، يعني نفوح فيهم الكل مع بعضهم، فلفل مرحي وكركم وتابل وثوم وفلفل اكحل، شنو الاخر انا ما قلتوش، وملح. هذا هو اللفاح متاعها. وراني نرمي اللوبيا المنفخة، نرميها من اللول. راني انا ما عنديش كلمة نحط نغلي اللوبيا وحدها ونحط بعد نرميها، اول حاجة ساعة تفقد الفيتامينات متاعها الكل، وما فمش من هذه الكشاكش لعمرها لمرقة اللوبيا متاعي عملت الكشاكش الحقيقة متاع ربي. لهنا ملوكة باش تعمل لي سلطة فخوي، فوالا قاعدة نعلم فيها كيفاش تقص وباش ما تجرحش روحها، ونحبهم كيما قلت لكم ديما نحبهم يشاركوني. عاد نرجعوا لمرقة اللوبيا. بالنسبة لمرقة اللوبيا متاعي نعملها بالطريقة هذيك، وبرشا فما شكون معناها جربها وقدت طول عمري وانا نغلي فيها في الماء نصمتها وحدها، قلت خليني نجرب طريقتك انتي
أول مرة تجي بنينة 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 بك البنة هذيك. وراجلي قال لي محليها مرقة اللوبيا المرة ذي عملتها، وقالت لي هنيفة صاعدا باش نولي ديما نتبع كلامك حسيلو. فرحتني الحكاية ذي، عندها الحقيقة عامل تالي. دونك هذيك هي طريقتي في المرقة اللوبيا. باش ناخذ لهنا باش نقشر البطاطا قاعدة نحكي أنا ودعاء. والطقس اليوم صباح بارد 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 بارد، ما نحكي لكمش. كان مش الغاز يشعل والدفاء اللي في الكوجينة أصلا. حتى الصغار كي يكونوا في الصالة ويدخلوا الكوجينة يقولوا يا محلية قداش دافية. بردت بالكدا بالكدا البنات. اش خليني أنا لبس بوني. يعني وكها حسيلو فما زاد المطر تصب باهية الحقيقة ونافعة برشا. الحمد لله يا ربي، شكرا يا ربي. سناء ربي أكرمنا بالأمطار. لهنا السلاد فروي متاعنا حاضرة. نعرفش بيني حسيلو مانيش باش قصتها من المونتاج. انا راني نحس في روحي ملكنة عليا مات. ما نعرف الصيام أثر عليا. وعلى فكرة شفتها عند برشا قنوات. احمد ربي اللي انا مش وحدي حسيلو. وكان باش نقعد نقص في كل كلمة غلطت فيها صي معناها نبطل، مش لازم نسجل الصوت. المهم revenons à nos moutons. nous moutons. المهم شنو اللي باش نسلفنها تا ونعملها بالسلوفان. شنو حطيت فيها يا البنات؟ حطيت فيها برتقال، حطيت فيها دقل، عندك عباد دقل حطيتهم، وحطيت فيها بناء. ولقيت اناناس يبيعوا فيه في كونسنتري يعني في عزيزه. مشيت خذيتها الحكه ب3000 ويش. قلت خلينا نجربها في السلاد دو فروي. ولا عطات بنه مش نورمال. انا حبيت عليه فرشك ما لقيتوش في الاسواق. دونك وليت مشيت لعزيزه خذيته من عند عزيزه هاو. وزدت شويه زهر وشويه سكر، خلطت مليح مليح وسلفنتها. وباش نحطها على جنب حتى لين باش نحطها في الفريجيدير باش تبرد، باش تعطي جو هكا بارد في السهر. ومن بعد نهزوها على الطاوله، في الطاوله بطبيعه متاع الصاله، مش الطاوله اللي باش طاوله بيت الفطور باش نفطروا عليها. لهنا باش نقص باش نحط الملح في الفلفل. ذوما اللحظات الأخيرة متاع مرقة اللوبيا. والدبارة متاعنا هي شربة بالدجاج، شاركتها معاكم قلت ما قعدش نعاود فيها. ومرقة لوبيا بالكعابر. وباش نعملوا وعملنا بدينا مع بعضنا في الخبز، خبز الغني، وباش نكملوه بقدرة ربي مع بعضنا نطيبوه. وسلطة مشوية ذيك اللي ما تغيب على طعام. صغار يقولوا لي كل ليلة نطلعوها ونرجعوها نخرجوها ونرجعوها. قلت لهم صدقوني مش احنا وحدنا، راهو التوانسة الكل ناكل شي منها حتى قديمة أكهو خير من اللي ما نخليهاش على الطاولة. زينتها وبنتها تبدو فم على الطاولة. لازم كل مرة ما ناخذ منها حتى كل قد ما زوز 3 كنتارت أكاها. الصغار ما عاش يدوروا بها. قولوا لي انتوما كيفي ولا ليه؟ السليطة المشوية تدخل الفريجيدير وترجع تخرج كل يوم داخلة خارجة. قالوا لي عليه نحطوا فيها. قلت لهم ليه السلطة المشوية لازمة فوق الطاولة. لهنا مع الفلفل هاكا كيما تشوفوا رميت البنادق متاعي او الكعابر. وحطيت البطاطا. فما شكون باش يقول لي يا نور كيفاش تعمل مرقة لوبيا في البطاطا؟ راني انا البطاطا نحطها في الاكلات بريسك الكل. كان شي في الدويدة ذيك اللي نحطوا فوقها العظم ونطيبوا بها التسوع هذيك ما نحطش بالحق فيها البطاطا. اما الاكلات الاخرين كل الصغار عندي يموتوا على حاجه اسمها البطاطا. دونك كي تشوفوني عامله مرقه وفيها بطاطا خاطر ديما تجيني تعليقات من نوع هذايا يقولوا لي علاش تحط في البطاطا. مره عملت شمنكه قالوا لي زاد علاش تحط في البطاطا. قلت لهم نفس الإجابة، راني أنا صغاري يموتوا على البطاطا. انتوما ما تحبوش تحطوا ما تحطوش. ما هو كل واحد ياخذ بخاطر العائلة متاعو. وانا نفرح كي نلقى وليداتي يحبوا حاجة انا نمشي معناها بهواهم ونمشي بخاطرهم. هنا باش نعمل كعيبات مرقيز باش نبذر بيهم فوق الطاولة. وكعيبات بريك بالطبيعة ما ذكرتهمش قبيل. وسلطة الخضراء
تقريبا ما عملنيش سلطة خضراء، وليت حطيت هكاك عباد مركز وكاهو. وبالطبيعة دون الدويدة، بالطبيعة الملوخية ذيك عاد ما تمشيش تقولوا لي قلت الدويدة برك ما نحطش فيها البطاطا من الملوخية. لا لا، الملوخية ما نحطوش فيها بالطبيعة البطاطا، أما حاجات معقولة تحط فيها، علاش ليه نحط فيها. لهنا باش نعمل تنقيص على روحي من الماعون، باش نبدا نخمل فيه، باش التحضيرات عاد للمعون الجديد متاع شقة نفطر ومتاع السهرية. وتصوروا لهنا نسخاي في روحي انا توا سي بون، معناها قلت الدنيا الكل، كعبات المرقز متاعي خرجتهم، المرقة اللوبيا كما تشوفوا معناها هذيك الشربة قاعدة نسخن فيها، مرقة اللوبيا حضرت، كعبات البريك باش كهو مازالوا لي كان كعبات البريك، وناسية شنو ناسية يا البنات؟ اي توا قولوا لي في التعليقات شنو زعما نور نسيت، نقول ولا ما نقولش؟ اي فصل غنائي ونرجعوا. اي كتبتوا قلتوا لي شنو نسيت انا ولا ما قلتوا ليش، ولا مش مركزين؟ كمش مركزين انا راه باش نتفاهم معاكم. نسيتك بن سيدك، بديت نقلي في البريك ونتخايف في روحي سي حافقه وليت الحافقات وننسى روحي اللي انا ما عملتش الخبز. حاسيلو في اللحظات الاخيره تذكرت اللي انا حطيت نخمر في الخبز، وسط ربي ما فاتش فيه التخمير كما يقولوا، وجيت في الوقت المناسب ما فوتنيش برشا، وكهو وليت حطيتهم قريسات، قرصتهم وحطيت طيبتهم معاكم. هذوكم الاخرانيين يعني احنا متعودين البريك هو الاخر نحضروه، الخبز هذوكم الاخرانيين اللي عملتهم. ووقت قليل البريك لازمني نتذكر كل واحد كيفاش يحب الحقيقة. كان دعاء تحبها مخلطة، أنا والصغار نحبوها بالعظمة، دونك ديما نخلي لها البريكة متاعها هي الأخرانية بالكل، وما تحبهاش بالفص. تصوروا انتم تحبوها تحبها بالابيض اكاهو. دونك انا شنو نعمل؟ كي نشري العظم يجوني كعيبات كبار، نولي كل عظمة نقص منها في صحفة، كل عظمة نقص منها الأبيض في صحفة، ومن بعد نخلط، بعد كي نزيد الخليط لك الصحفة هذيك اللي فيها الأبيض متاع العظم، ونعمل البريكة الأخرانية اللي هي متاع دعاء. لهنا هاوكا عاد ذكرت الخبز، بديت نعمل فيها كقريسات، دهنت رخامة بالزيت، تكون الرخامة نظيفة بالطبيعة، وباش نعملهم معناها قريصات كما نقولوا احنا كبار 3. العجينة اللي عملتها عملت لي 3 خبيزات، يعني كل خبزة باش نحلها كيكة شوية، ومن بعد نرجع للولانية نبدأ نحل فيها اللي بديت بها، نحل فيها على كبر الغناي ولا المقلة متاعكم اللي باش تقليو فيها، وتحط الخبزة. شوفوا ما شاء الله راهي جيت بنينة بنينة بنينة، نودكم وما نشهيكم فيها بنة مش نورمال، وراهي فيسع فيت في مش كيما فور هاك سخنت هاك قعدت تستنى، هي كل حاجة نكهتها وكل حاجة وبنتها، وخبز اللي في الفور حاجة، والخبز المبسس حاجة، الخبز الغني حاجة أخرى زايدة ياسر بنينة. كل ما نحير ولا ما نلقاش هكا في معناها ما نلقاش عندي خبز، طول نجري الخبز الغني يقولوا له، ولا فما شكون جهات يقولوا له فطاير. شوفوا منظرها ما شاء الله كيف جيت، والبنة ما نحكي لكمش، جربوها وارجعوا قولوا لي شنو رايكم.
حاسيلو ذي معناها وصفة من الزمن الجميل. دونك الحلين متاعها ما يكونش جيد، راه يكون متوسط، باش كي تتحط على النار تزيد هي مع الخميرة تتفاعل معها تجي خبزة، مش تجي ملاوي، خاطر فما فرق. دونك الوقت اللي تجي انت تعمل فيها خبيزات او تشكل فيها خبيزات وتحل فيها بيدك، ماذا بيك تخليها السمك متاعها متاع نقولوا احنا يعني 2 سنتيمتر هكاكا، 1.5 هكاكا، يعني تكون مش جيدة. ولهنا نحب نوريكم الخبزة من داخل، ما شاء الله جيت قد ما نحكي لكم بنينة وشوية. شوفوا كيفاش مع كل حبة الحلاوة والبسباس والسينوج، ياسر عطات بنة كبيرة. تو ما بقالي كان باش نوريكم طويولتنا. هذه هي طويولتنا، هذه كالمرقة اللوبيا، باش نبدا نعبي فيها في الصحينات. والله انا من الاول كنت نحط ديما طول عمري نحط يعني صحفة الشربة فوق الصحن، ومن بعد لقيتها انا نبدا في الشربه متاعي ويقولوا لي ما حط لنا من البلا برينسيبال، ما حط لنا من البلا برينسيبال. دونك انا قلت علاش مش من الاول كيما نعبي صحاف الشربه بطبيعتها هي سخونه خليها تبرد في عقلها. وليت المره هذه حطيت لهم في الصحنه متاعهم من قبل ما يذن المغرب، يعني في اللحظات الاخيره حطيت كل واحد والصحن متاعو قدامه هكاك نولي ناكل ترونكيل. ولهنا بعدك الحوسه وشقا الفطر حبيت نحط عود ندى ذي راهو اكتشاف بصراحه. ان شاء الله الفيديو جاي نتذكر نوريكم الباكو متاعو، ياسر ريحته بنينه اسمه هوني تقريبا هكاك، على اسم ماركه متاع عسل يبيعوا فيها في لي ماغازان. حطيتها هكاكا في السهريه، ياسر ريحته ما نحكي لكمش، الدار تقعد بالنهارين فيها ما شاء الله. وتعديت باش نعمل قهوة، انا عويدي نعمل قهوة حليب بالنسكافيه، اما شرهت بنتي حبت عليها قهوة عربي، وريت عملت قهوة عربي وحطيت عندي شوية معناها كنافة. والله فضلت لي هي من البارح، وليت حطيتها كي حطيتها قسمتها. وهذيك هي سهريتنا، وهذاك نهارنا عديناه معاكم ولا شاركته معاكم. لهنا نوصلوا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله يكون نال رضاكم. ما تنسونيش فك اللايكات والتعليقات المزيانة. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي، ونحبكم برشا. باي باي.